فجأة يختفن بدون مقدمات، هيك بلمح البصر وبأجزاء من الثانية يرحل. شغلتين أبد لا تثق بيهن أو تعتمد عليهن. الأولى الفلوس، فتشوف كيف إنه إنسان غني مليارات، أسهم، عقارات، حسابات بنكية، فجأة وبلمح البصر تلقاه مفلس وبايع الأول والتالي ومتبهدل وعايش بذلة بعد ما كان بعز وغنى. أما الشغلة الثانية فهي الصحة. إنسان الصبح تشوفه يمشي على طوله وبصحة تخبل، وبالليل تسمع بيه واقع بالفراش من المرض، وبالليل ينام صاحي ما بيشي، يقعد الصبح حركة ما يقدر يتحرك، وهيك تشوفه أما يموت أو يبدأ صراع طويل مع المرض. وهذا مو كلامي أو تحليلي الخاص، هذا كلام أمير المؤمنين بنهج البلاغة. لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغنى، بين تراه معافى إذ سقم وبين تراه غنيا إذ افتقر. زين، بهالحالة شنو مطلوب من عندنا وإحنا ندري إنه هالشغلتين مو دايمات وما لازم نثق بيهن؟ من الضروري أن ما نعتمد على أنفسنا ونثق بها هالثقة العمياء اللي ما لها داعي، وأن نخلي ثقتنا كاملة بالله وحده، مو بأنفسنا أو بصحتنا أو بفلوسنا. وبنفس الوقت ما نقعد نشكك ونعيش بوسواس، وها أنا صحتي ممكن تروح فجأة، فلوسي ممكن يختفن، ونظل نوسوس ونخربط حياتنا بهالوسواس. فقط خلي نعيش وضعنا الحالي ونخلي أملنا بالله وحده وخلص. وأهم شيء لما نشوف إنه الله منعم علينا بالصحة والأموال نشكر الله، نقدر النعمة اللي إحنا بيها. ترى إحنا ما نقدر الصحة، منش وقت إحنا نقدر إنه الصحة شيء كلش ثمين، منش وقت شاكرين وحامدين الله عليها. هم بينا اللي يوميا كل ما يفتح عيونه الصبح ويشوف نفسه عايش وصحته تمام يقول شكرا لله. أصلا هم أكو بينا اللي يفتح عيونه ويلاحظ إنه بعده يشوف وعيونه ما طافيات ونعمة البصر بعدها عنده يقول شكرا لله. هم لما تقوم تمشي على رجليك، تحرك ايدك، تلزم الخاشوقة وتاكل وتبتلع اللقمة وتقدر تستذوقها، تقدر تشوف، تقدر ترمش، تفكر، تقدر تنطق، تسولف وتطلع صوت، أصلا تقدر تلمس قوي وتشيل أغراض، تقدر تتنفس، تقدر تروح للخلاء، تقدر تتقرب لأهلك، وتقدر هم قلنا شكرا على كل هالنعم والصحة اللي الله مغرقنا بيها؟ لو بس لما نوقع بالفراش أو ندخل للمستشفى نظل نقول والله ما أريد شيء من الحياة، بس أريد أصير إنسان طبيعي حالي حال الناس. هسه إحنا ناس طبيعيين، شنو اللي دا نقدمه لله؟ مجرد دا نعارض هالنعم كلها بالمعاصي وكأنه ضامنين بقائها. صح أكو منهم عصاة واضحين ومجاهرين ويفتخرون بمعاصيهم، لكن تلقى الله سبحانه وتعالى ما حارمهم من هالنعم. ذولا يعبر عنهم القرآن بسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأسأل الله أن ما يجعلنا من المستدرجين هؤلاء، لأن أخوف شيء مو أن تسلب النعمة، أخوف شيء أن تبقى النعمة ويانا وإحنا دا نبتعد عن الله وما نشعر أنه هذا استدراج. المهم هالشي لازم يخلينا نفكر انه اذا وضعنا الصحي زين وفلوسنا موجودة وعايشين والحمد لله، لازم نعرف انه هذا مو دليل على انه احنا نستحقها، وانه لا صحتك ملكك ولا فلوسك ملكك، هي مجرد امانة، واليوم موجودة وباكر الله يعلم. لذلك خلينا نشكر الله دائما باللسان وبالعمل. وبعد بكيفكم.